ولذلك هي مناط التكليف، فلا تكليف لمن فقد حريته. والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام القانون منوطة بالحرية، والهداية منوطة بالحرية. الحمد لله على نعمة الهداية وعلى نعمة الاجتماع عليها، وعلى هذا المناخ المتوفر لنعيش نعمة الهداية، مناخ الحرية، مناخ الجماعة. إن اجتماعكم أيها الإخوة والأخوات كما ذكر إخواني من قبل رئيس جمعية الزيتونة هو آية، هو علامة، حجة قاطعة على أن هذه الجماعة مباركة قد ثبتها الله سبحانه وتعالى على طريق الهداية، وأنها بعد أكثر من 40 سنة من تأسيسها لا تزال قادرة رغم كل الأهوال التي سلطت عليها، لا تزال قادرة على أن تجمع نخبة من الرجال ومن النساء والشباب والشيوخ، أن تجمعهم على كلمة التوحيد، على نصرة هذا الدين في أنفسهم ونصرة هذا الدين في واقعهم. إن الهجرة في سبيل الله مقام عظيم من مقامات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك الهجرة ليست عقوبة وإنما هي بلاء، هي نعمة، جزء من رسالة الإسلام، جزء من إرادة الله سبحانه وتعالى في أن يمحص المؤمنين بمختلف ألوان التمحيص، وأن ينشر دعوته في العالم من حيث لا نحتسب. نحن لم نأتي هنا دعاة للإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى بإرادته أخرج من عالم الإسلام ملايين من الناس وقذف بهم في هذا العالم الواسع دعاة لدين الله سبحانه وتعالى، يؤسسون المساجد ويؤسسون المؤسسات، مختلف المؤسسات الإسلامية من مدارس وأزياء إسلامية ومناشط إسلامية، كل ذلك من بركات هذه الهجرة التي هي إرادة الله سبحانه وتعالى وسنة من سنن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان من المهاجرين الكبار الذين قص القرآن قصتهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت هجرته نشرا لدين الله فيما يسمى الشرق الأوسط الآن كله، يعني من مصر إلى الجزيرة العربية إلى بلاد الشام وفلسطين. وهكذا كانت هجرات لوط عليه الصلاة والسلام معه، وهجرات موسى ومن معه، إلى أن جاءت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أسست للحضارة الإسلامية، أسست للدولة وللمجتمع وللحضارة الإسلامية. لو لم تقع هجرة ما بقي هنالك إسلام وما نشأت هنالك حضارة. في هذا المحور، في هذا الملتقى، هذا المخيم، هنالك مبرمج أحاديث حول ماذا أسست هجرة أبناء هذه الحركة، ماذا أسست من خيرات وما أسست من منجزات وما حققت من مكاسب. يكفي أن نقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى في الهجرة من سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقبلها في الحقيقة جاءت آية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة
فتهاجر فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم